بص يا معلم، هو انا ممكن يعني افتح لك كده في كلام فني شويه واقول لك ليه كولر بدأ بخطه مش عارف ايه بدل ما هو يبقى المفروض كان يبدأ بخطه ايه، ومين بدأ ومين كان المفروض يبدأ ومين ما بدأش ومين خرج من القايمه ومين دخل ومين متصاب ومين ما اتصابش وايه سبب الإصابة وايه سبب الخطه وايه سبب التشكيله وايه سبب ال 18 اللي كانوا في القايمه ومين اللي خرج ومين اللي دخل والكلام الحماصي ده كله ممكن نلفه كده ونبرمه ونرميه في احسن زبالة. ليه؟ لان النهارده صدقني والله بما يرضي الله الماتش ده مش فني. الماتش ده النادي الاهلي ما خسروش او ما تعادلوش مش فني. النادي الاهلي في الدوري او في الماتشات اللي بيلعبها الفتره ديت مش بسبب المستوى المزري اللي بيظهر قدامك، ده مش سببه فني. المستوى المزري ده سببه حاجتين ما لهمش تالت. الحاجتين دول بسببهم ربنا سحب منك التوفيق. ليه سحب منك التوفيق؟ لانك ما بقتش تتقي الله. النادي الاهلي ما بقاش يمشي على مبادئه اللي كان بيمشي عليها زمان، فكان ملاصق او دايما متواجد توفيق ربنا جوه النادي الاهلي وانتصاراته ماشيين بالتوازي. ليه؟ لان النادي الاهلي كان على طول الزمن بيشتغل وبيتقي الله في شغله وبيطلع شغل مظبوط، فاذا كان ربنا بيكرمه. النادي الاهلي كنا دايما نقول روح الفانيلا الحمراء وروح المش عارف ايه وايه، ده ما كانش روح ولا مش عارف ايه، ده توفيق من ربنا. توفيق ربك يتواجد ثم تأتي الاسباب. طب توفيق ربنا مش متواجد في النادي الاهلي الفترة دي ليه؟ لان احنا بقينا زي الزمالك. يعني ايه بقينا زي الزمالك؟ الزمالك لما كان مرتضى منصور بحكم قضائي متشال من رئاسه نادي الزمالك، وكانت اللجنه المؤقته ماسكه نادي الزمالك، وبعد كده حصل تغيير في الامور ولعب يعني، ومرتضى منصور رجع تاني لرئاسه نادي الزمالك. اول مؤتمر طلع فيه مرتضى منصور للجماهير قال لك ايه؟ من ضمن الحاجات اللي قال له كانت كارثه تستحق اغلاق نادي الزمالك، ولكن لانكم عارفين ايه هو الزمالك بالنسبه للدوله، فطبعا محدش الزمالك بالنسبه للدوله لا مساس. المهم يا سيدي، قال ايه مرتضى منصور في اول رجوع على الناس على الملأ؟ قال لك ان في 2 لعيبه في الزمالك وانا مش موجود في رئاسه النادي الزمالك كانوا بيجيبوا بنات الفندق، كانوا بيجيبوا بنات دعاره الفندق، واللعيبه دي طبعا انتوا عارفينها 2 على كلامه يعني مغاربه. ولما اللعيبه دي بدأت ان هي تتهدد من حد تاني في الزمالك ان هم هيتفتحوا وان هم مش هيلعبوا، قامت اللعيبه دي قايله للي هيفضحهم تفضحنا ازاي اذا كان المدير الفني نفسه بيجيب معانا بنات في نفس الفندق. طلع مرتضى منصور قال لك كده. الماتش اللي بعده كان مرتضى منصور خلاص راجع مسك نادي الزمالك، الماتش اللي بعديه على طول لقينا الاثنين المغاربه اللي هو بيقول عليهم واحد منهم اساسي في التشكيله والتاني نزل ما بين الشوطين او نزل في بدايه الشوط الثاني. هو ده الزمالك، هي دي منظومه نادي الزمالك. احنا بقينا زي الزمالك في ايه؟ في ان احنا يا سيدي المعلمين اول مره في تاريخ النادي الاهلي اللي بقاله، احنا في 2022 والنادي الاهلي من 1907 يعني حوالي 120 سنه 115 سنه، مفيش لاعب اتحدى جمهور النادي، ولو حصلت فاللاعب ده نسي الكوره اتنافى خلاص ورا الشمس، محدش فاكره وبره النادي الاهلي مالوش مكان تاني. ولكن محمد مجدي قفشه طلع اتحدى الجمهور في ستوري نزله وفي كلمات اغنيه صفيقه تافهه زي اللي بيكتبها، وطلع اتحدى جمهور النادي، وبعدها لقيناه الماتش اللي وراه واخد 200,000 جنيه عقوبه وبيلعب اساسي في المباراه اللي وراها على طول. احنا بقينا زي الزمالك. بس عايز اطمنكم يا جمهور النادي الاهلي، عايز اطمنكم ما تخافوش، النادي الاهلي افتتح جراج جديد. عايز اطمنكم اكتر، النادي الاهلي اغنى نادي في افريقيا. النادي الاهلي اعلى ميزانيه في افريقيا. احنا بقى كجمهور الكوره احنا مالنا بالكلام ده؟ احنا جمهور الكوره احنا مالنا؟ احنا تفتح فرع في زايد، تفتح فرع في التجمع، تفتح فرع في افريقيا، تفتح فرع تقول لي انا هعمل نادي في اوروبا وهشارك في دوري ابطال اوروبا اسميه الاهلي وابقى نادي اوروبي. احنا مالنا احنا كجمهور الكوره، جمهور النادي الاهلي في مصر، في جمهوريه مصر العربيه، احنا مالنا بالفروع اللي عماله تتفتح
وبالرعاة اللي عماله تيجي، وبالشركه القطريه اللي كانت هتيجي ومشيت، وبالشركه الخرميه، وبالشركه المحموديه، وبالشركه المحسنيه. احنا مالنا؟ احنا نفرح ولا نزعل؟ احنا بيقعد علينا بايه كل ده؟ طب طالما يا سيدي احنا جامدين قوي كده ومعانا مليارات قوي كده، وطالما احنا معديين الفلنكات قوي كده ومعانا فائض ميزانيه اكتر من دول كتير، احنا فائض ميزانيتنا 2 مليار لاول مره في التاريخ. فين اللعيبه؟ فين الصفقات؟ فين المدير الفني اللي على المستوى؟ هتقول لي يا عم معانا كولر. طيب معانا كولر، اديله سلاح، اديله سلاح عشان يعرف يحارب. انت مديله صفقات فاسده، مديله سلاح بايظ وتقول له انزل اكسب المعركه ازاي؟ بأنهي منطق؟ عندك لعيبه اشباه رجال، والله حتى اشباه رجال ده اللفظ ده في حد ذاته مدح، اللفظ ده مؤدب زياده عن اللزوم. ولكن انا عشان طالع بكلم ناس ما ينفعش اغلط، ما ينفعش اكون قليل الادب. دول مش لعيبه، دول مش رجاله في الملعب. محمد هاني الفرصه الذهبيه اللي تجيله على طبق من ذهب بدون اي مجهود للمره المية، ما بيستغلش حاجه. محمد هاني ده قاعد على الدكه، انا راضي، انا تمام كده، انا متكيف كده، انا مبسوط كده، انا قاعد على دكه النادي الاهلي. بيفكرني بأمير عبد الحميد ايام عصام الحضري. محمد هاني بيعمل ايه مع احترامي الكامل لأمير عبد الحميد وشخصه اللي انا على المستوى الشخصي بعزه جدا، ولكن انا بتكلم على المستوى الفني ان هو راضي، فضل راضي سنين، قاعد اكتر من 10 سنين على الدكه لعصام الحضري، ما فكرش في مره يطلع من النادي الاهلي عشان يشارك ويلعب. محمد هاني كان قاعد دكه لاحمد علي. لو تفتكروا احمد علي ده لعيب قديم قوي قوي قوي، زمان كان بيلعب باك يمين في النادي الاهلي. محمد هاني كان لسه طالع، وجمهور الاهلي بيقول لك اصله ناشئ، سيبوه قاعد على الدكه ياخد خبره. ماشي احمد علي ويجيب باسم علي، اصله ناشئ. باسم علي خد فرصه على محمد هاني وتمسك بيها ولعب على محمد هاني، ومحمد هاني كان برضه قاعد على الدكه. بعد باسم علي جه احمد فتحي، واحمد فتحي قبله وبعد، يعني كانت فتره من الفترات، ومحمد هاني كان ثالث وبرضه قاعد على الدكه. برضه باسم علي جه، واحمد فتحي جه، ومين تاني ورا جه؟ اكرم توفيق جه، وكريم فؤاد جه. يا راجل اكرم توفيق كان مركز 6، ما كانش لاقي مركز في الملعب، بقلبه وبرجولته شارك في مركز الباك اليمين، لان احنا كان عندنا مصيبه اسمها محمد هاني. لعب عليه في اول ماتش، بس في اول ماتش الجمهور كله كان بيطالب ان اكرم توفيق يكمل مدى حياته طول عمره. خلاص يا ابني، انت كده احسن من اللي عندنا باك يمين بيلعب بقاله 20 سنه باك يمين، انت احسن منه عشان لعبت ماتش، وواحد تاني 20 سنه باك يمين مش عارف يثبت نفسه. اكرم توفيق خد عليه، كريم فؤاد خد عليه، احمد فتحي، باسم علي، احمد علي. انا كان عندي يطلع ناشئ من الناشئين من فريق مواليد 2003 ولا 2005 يلعب، ولا ان محمد هاني يلعب. محمد هاني كل اللي هو بيعمله قاعد على الدكه كده. اكرم توفيق بيلعب، ماشي، ربنا يبارك لك يا اكرم. احمد فتحي بيلعب، ربنا يبارك لك يا احمد فتحي. مش عارف مين بيلعب، ربنا يبارك لك يا ابني. فين الحميه؟ فين يا راجل؟ اكرم توفيق رجع اتصاب وبعد كده رجع لعب. محمد هاني ركن، بعد كده اكرم توفيق اتصاب، محمد هاني رجع يلعب. فين المستوى؟ فين احساسك ان انت عايز تحسس الناس اللي في المدرجات دي والناس اللي قدام التلفزيونات دي ان انا خلاص، انا اتعلمت من دروس الماضي، انا بطل، انا هنزل هوريكم يعني ايه باك اليمين، انا هعوضكم عن اكرم توفيق واخليكم تنسوا اصابه الراجل المحترم اللي اسمه اكرم توفيق. انا اتاسف للجمهور بمستوايا. فين الكلام ده كله؟ حرام عليكم انتوا ازاي لعيبه في النادي الاهلي؟ عمرو السوليه من ساعه ما جه واحنا شاربينه خازوق مغري. عمرو السوليه جه كان بيقدم خراء كروي، ومحدش بس يكلمني من مواليد 2010 فيما فوق عشان انا جدان. عمرو السوليه لو انت ما اتفرجتش عليه وكل اللي في ذاكرتك ان انت اتفرجت على النادي الاهلي من بعد القضيه، فانت كده ما بتتفرجش على كوره، وارجع عيد حساباتك وارجع اتفرج على زمان ايام ما عمرو السوليه جه النادي الاهلي. كان الجمهور بيضرب نفسه، بيمسك الجزم كده وبيضرب نفسه بالجزمه عشان كان بينادي في يوم من الايام ان عمرو السوليه يجي الاهلي. وعمرو السوليه ده جه قدم خراء كروي في الملعب، قعد 2-3 أو 2.5 سنين زفت منيل ب60 نيله، مفيش اسوأ من كده. ميس باص والتحامات بيخسرها وكل حاجه بيعملها غلط في الملعب، لا تغطيه ولا زياده ولا جوان ولا تغطيه عكسيه ولا اي حاجه بيعملها بما يرضي الله، تحس ان هو لاعب سوبر جه النادي الاهلي. وبعد كده اتولد سنه 2020، وبعد كده بدا المستوى في تزايد. بعد كده راح كاس العرب، انتهى، ما جاش من كاس العرب لحد النهارده.
عمرو السولية كانت فقاعة اتنفخت لمدة سنة ونص أو موسمين، وبعد كده نينا هو رجع تاني الطبيعي بتاعه. على فكرة الطبيعي بتاعه هو ده الطبيعي بتاع عمرو السولية. لحد امتى هنفضل مستحملين؟ لحد امتى النادي الاهلي هيفضل مطيباتي؟ لحد امتى النادي الاهلي هيفضل فيه لعيبه من نوعيه قفشه وحسين الشحات ومحمد هاني؟ ما حدش يقول لي حسين الشحات النهارده نزل عمل كورتين ثلاثه. هو ده يا جماعه طموحنا في لعيبه النادي الاهلي؟ هو ده طموحنا في لعيبه النادي الاهلي؟ وبمناسبه بس ارجع للموضوع اللي انا قلته في اول الحلقه، ان احنا بقينا زي الزمالك، احنا بقينا مطيباتيه، احنا بقينا فريق مجاملات، فريق قصايد. النادي الاهلي بلا ادنى تجميل وبلا ادنى مجاملات، النادي الاهلي ما بقاش فيه فرق ولا بينه ولا بين نادي الزمالك ولا بينه وبين اي فريق تاني. النادي الاهلي طول عمره مبادئه هي اللي مخلياه سابق. النادي الاهلي ولاده والتزامات ولاده، التزام ولاده بتعليمات ومبادئ واصول وكل حاجه بتتعمل في النادي الاهلي صح ما بقتش موجوده. كانت كل حاجه بتتعمل صح في النادي الاهلي، كل حاجه ما بقتش موجوده. يا راجل ده احنا دلوقتي عندنا مدير التعاقدات عدلي القيعي. عدلي القيعي جايبين راجل محترم عنده 80 سنه عشان يمسك مدير التعاقدات. احنا في النادي الاهلي، النادي الاهلي اكبر قلعه رياضيه ومؤسسه رياضيه في الشرق الاوسط وفي افريقيا. ما عندناش كفاءه نجيبها، عمالين نعيد في التاريخ، عمالين نعيد في عدلي القيعي. راجل عنده حاجه و80 سنه جايبينه يمسك مدير التعاقدات في النادي الاهلي. للدرجه دي احنا فقراء؟ للدرجه دي احنا فقراء فكريا؟ للدرجه دي احنا بنخلي اهل الثقه يمسكوا على حساب اهل الكفاءه؟ ما هي دي اس المصايب، هي دي اس المصايب. كابتن محمود الخطيب، ملف المحترفين كله، ملف المحترفين يا كابتن، احنا اكبر فائض واكبر ميزانيه واكبر فلوس واكبر 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 واكبر، احنا بوبوس اكبر واول كل حاجه في اول كل حاجه. طب فين بقى على ارض الواقع؟ مفيش. لعيبه ما بتتعاقبش، لعيبه بتتكافئ بس، لعيبه بتتسقف لها بس، لعيبه مفيش حد بيتقرص قرصه ودن تقطم الظهر، مفيش. قلت ياما كتير، قلت ياما. زي ما اللعيبه دي لما بتيجي تجيد بتاخد حاجه مبهره، حاجه تخلي العقل يشت، مكافأة 1,000,000 جنيه لكل لاعب، مش عارف ايه نص مليون جنيه، عربية مكافأة، مش عارف ايه مكافأة. زي ما المكافآت دي بتخلي عقل الواحد يشت وتخلي الواحد يعني يبقى لازم على قدر العقوبة، عشان يبقى قدر العقوبة على قدر المكافأة. دي فطرة الإنسان في الأرض، دي فطرة ربنا اللي نزلها. يعني في ثواب وفي عقاب، ما تدينيش ثواب أضعاف وعقاب كخ يا ولد. ما انا عمري ما هتعلم، ولو انا حالي مال ما هو بسبب تربيتك الطريه، تربيتك الناعمه يا كابتن. مش كل الناس زيك، مش كل الناس عندها دم. انت شايف لعيبه في الملعب، دي من منظر لعيبه النادي الاهلي، دي منظر لعيبه النادي الاهلي. انا عارف ان انت لو كنت يعني كل اناء بينضح بما فيه، وانت لو كنت في الملعب ايام ما كنت لاعب وشفت حد بس وبخك بكلمه ولا بنظره، كنت الماتش اللي جاي هتقلب اسد وتنزل وتاكل النجيله. اللعيبه دي مش كده، اللعيبه دي متدلعه، اللعيبه دي شبعت، اللعيبه دي كلها لازم تتسرح. اللعيبه دي عدى عليها لاسارتي وفايلر وموسيماني وسواريش ودلوقتي كولر، وكل الناس دي اتغيرت الا هم ما بيتعاقبوش، هم ما بيمشوش، هم ما بيتضربوش بضربه بمرزبه ولا 100 ضربه بشاكوش، ما بيتضربوش، ما حدش بيجي جنبهم. اللعيبه متدلعه والاعلام مدلع والجمهور ما بقاش يخش المدرجات. النهارده فايلر فايلر مين؟ كولر في المؤتمر الصحفي بيقول انا عندي رساله اخيره قبل ما اقفل المؤتمر وغادر من المؤتمر الصحفي. جمهور الاهلي في كل ماتش بيقل عن الماتش اللي فات. انا بناشد جمهور النادي الاهلي ان هو يرجع المدرجات. ده كولر اللي بيقول كده. ما يعرفش الامن بيعمل ايه في جمهور النادي الاهلي، ما يعرفش جمهور الاهلي بيقابل ايه عشان يعرف يخش الاستاد، ما يعرفش. الراجل معذور. فما بقاش جمهور الكوره، ما بقتش الاداره اداره في ظل وجود حضرتك، ما بقاش المشجعين ما بقوش مشجعين. فبالتالي اللعيبه مش لعيبه. مشي اللعيبه دي وهات لعيبه تانية. هتقول لي دي اكتر قماشه متاحه ودي احسن قماشه، ودي هات لعيبه تانية عاديه بس عندها الدافع. هتبقى احلى من اللعيبه اللي فاكره نفسها عندها امكانيات وهي ابيض. وقسما بالله لو نزلوا لعبوا حجز خماسي مع لعيبه رجاله والله العظيم لا يمسحوا بيهم الارض،
لا يمسحوا بيهم البلاط حتى لو هم مش اعلى منهم فنيا، بس يبقى عندهم ده. اللعيبه دي شبعت، اللعيبه دي اتدلعت بزياده، اللعيبه دي مش منظر لعيبه هنروح بيها كاس العالم، اللعيبه دي مش منظر لعيبه نسلمها رقبتنا كنادي اهلي وتاريخ يعملوا لنا فضيحه زي فضيحه سان داونز تاني في كاس العالم للانديه. و100 فرقه هناك ليها طار معانا، الوداد ليه طار والهلال ليه طار، وكل الفرق هناك ليها طار معانا. عيب، عيب اللي بيحصل في النادي الاهلي ده، اقسم بالله عيب. احنا اكبر كل حاجه في كل حاجه في الرياضه. اي اسم رياضي او مبدأ رياضي او فوز رياضي دايما مرتبط بالنادي الاهلي. عيب اللي بيحصل فينا دوت في ظل رئاسة حضرتك للنادي الاهلي. اصرف يا كابتن، ضيع يا كابتن فلوس على اللعيبه، اشتري لعيبه سوبر. الخليج مش احسن مننا، الزمالك مش احسن مننا، مفيش نادي احسن مننا في العالم، مفيش نادي احسن مننا في العالم. وادي دجله لما جاب مالوده وهو بطل وهو واصل مع فرنسا لنهائي كاس العالم، احنا فين من الكلام ده؟ احنا فين من الكلام ده؟ اصرف يا كابتن، سيبك من الجراشات والفروع وفرع الشيخ زايد وفرع التجمع، الكلام ده لاعضاء الشماسي واعضاء الجمعيه العموميه واعضاء البول اللي بينزلوا البول. احنا مشجعين كوره، تحيينا كوره وتموتنا كوره وتفرحنا كوره وتحزننا كوره، زي ما قال عصام الشوالي. اصرف يا كابتن، فوق يا كابتن، تاريخك بيضيع يا كابتن وبتضيعنا وبتحزننا معاك. السلام عليكم.